تعالى اقول لك على خطه الانقاذ خلال شهر رمضان في 30 يوم بس. ايوه زي ما بقول لك كده، في 30 يوم بس ابنك القراءه بتاعته هتتغير 180 درجه. ازاي بقى؟ انا قسمت لك الاسابيع عندنا في رمضان. يعني انا قلت شهر رمضان عندنا كام اسبوع؟ عندنا 4 اسابيع. هقسمهم لك كل اسبوع عندنا فيه حاجه مختلفه. زي ايه يا مس اسماء؟ زي في الاسبوع الاول هناخد الحركات القصيره اللي هي الفتحه والكسره والضمه. طيب والسكون، وكمان هناخد السكون في الاسبوع الاول. طيب الاسبوع التاني هناخد مع بعض الحركات الطويله، مد بالالف ومد بالياء ومد بالواو. طب في الاسبوع التالت هناخد التنوين، اذا كان تنوين بالفتحه او تنوين بالكسر او تنوين بالضم. طب في الاسبوع الرابع هناخد الشده واللام الشمسيه واللام القمريه. بس اسماء، دي مجرد التقسيم. اشتغل ازاي بقى مع ابني؟ عايزه اقولك ان انت كل اللي هتحتاجيه، عايزاكي تجيبي معايا كتاب نور البيان. ايوه زي ما بقولك كده، هنجيب مع بعض كتاب نور البيان وهنبتدي نشتغل سوا. بسم الله. اول حاجه احنا هنشتغل عشان نسرع قراءه ابننا او ابنك، هتسرعي قراءته ازاي؟ الحروف. ايوه زي ما بقولك كده، ابتدي الحروف واحده واحده، خليه يكتب من الالف لغايه الياء بالترتيب. بس اسماء كتبهم حلو جدا. اكتبهم عشوائي. اكتب لي حرف الدال، حرف الميم، حرف النون، حرف الهاء. اكتب الحروف عشوائي. ليه عشوائي؟ عشان اتاكد ان مفيش حرف واقع منه. لازم نتاكد من اساسيات العربي خطوه بخطوه. طب تعالوا بعد كده نشوف. بعد كده اشتغل ايه؟ هاجي في حركه الفتح، ابتدي اقول له ها ده اسمه ايه؟ آ. طب ده اسمه ايه؟ ظا. ده اسمه ايه؟ غا. خا. ذا. وخدي بالك ان هو الحروف اللثويه لازم تبقى ثابته معاه، ان هو عنده 3 حروف لثويه. طب الحروف المفخمه لازم يبقى عارف ايه هي الحروف المفخمه والحروف المرققه. كمان لازم يبقى عارف الحروف الرافصه والحروف العاديه اللي هو خلاص بتمسك اللي قبلها وبتمسك اللي بعدها مفيش ادنى مشكله. تالت حاجة لازم يبقى عارف الحروف المتشابهة في النطق والحروف المتشابهة في الشكل، الفرق ما بينهم. طب مس أسماء الدنيا تمام الحمد لله لحد دلوقتي. ايه المشكلة التانية اللي ممكن اقابلها؟ لما تيجي تقرأي مثلا على حركة الفتح، جه قالك ايه؟ آ ما را سا آ لا. عايزة اقولك كده غلط. اول حاجة واحدة واحدة، اللي هو كان بيقولك ما را، هتقولي له طب جمعها يلا. أمارة. طب كان بيقولك سآلة، جمعها سآلة. واحدة واحدة لما ابتدى هو يجمعها، هبتدي أقوله اقرأ في سرك، امسك الكلمة، اقرأ الحروف في سرك من غير ما اسمع أي صوت، وقولي الكلمة على طول بصوت عالي. اقرأ في سرك يلا. أمارة. سآلة. لا جاء. عايزه اقول لك ان لو ابنك خلاص كان واخد الحاجات دي قبل كده، مجرد ما انت هتقولي له الطريقه دي، يعني بصي 5 دقايق بالظبط وهتلاقي نفسك خلصتي حركه الفتح. اذا كان صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 او 11. ماشي. هنا خدي بالك ان دي فيها حروف متشابهه زي السين والصاد، التاء والطاء، هكذا. طيب بصي هنا، هيجي في الجمل مش اسماء، ده الجمل صعبه عليه. واحده واحده وبالتدريب، وعايزاكي تاخدي حوالي صفحه يوميا. ما تكتريش عن كده، بس الصفحة اقرأها مرة واثنين وثلاثة. اتفقنا؟ بالتكرار بالتكرار هنجيب نتيجة. بس بقول مش بالتكرار، مش بالحفظ. القراءة ممارسة عادة. لما بتيجي تدخلي عادة جديدة في حياتك لازم تتدربي عليها كل شوية عشان تثبت. أي حاجة أي صنعة احنا بنتعلمها، او اي حاجه بتيجي تعمليها، مثلا لو جيتي اتعلمتي الخياطه، الكروشيه، اي حاجه من الحاجات دي كلها، انت لازم لو ما اتمرنتيش عليها انت مش هتتقنيها. طب تعالوا نشوف بقى الصفح الصعبه مثلا زي ايه. الجمل، عايزه الجمله دي مثلا هقول له اقرا كلمه كلمه اقولها بصوت عالي. دخل وجلس. برافو عليك، قولها على بعض. دخل وجلس. ايوه كده شطور، قولها تاني. دخل وجلس. بص ابتدى في الاول يقولها كلمه كلمه، بعد كده ايه جبنا الكلمتين مع بعض واحده واحده، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. ماشي. كده صفحه 12 محتاجين عليها تدريب كتير قوي، يعني ما تطوليش في اللي ورا ده. برضه هو هياخد منك وقت شويه، بس ما تطوليش فيه على قد ما صفحه 12 هتاخد منك وقت، خدي بالك. طب 13 الحركات، عايزه حركه الكسر، تعيدي على الحروف تساليه حرف الباء لما يبقى تحتيه كسره بيبقى اسمه ايه؟ بي. طب تاء تي في، واكتبيها قدامه. ماشي. طب تعالوا نشوف الكلمات. نفس الكلام، بدل ما كان بيقول راكبة اقولها على بعض راكبة. طب يلا يا شطور اقراها في سرك الحروف وقول الكلمه بصوت عالي. شاربة. سعيدة. اتفقنا؟ طب هنيجي مثلا لكلمة زي دي، كان بيقولك وثيقة.
لا انت كده اكلت الحرف اللثوي، طلع لسانك من اسنانك. فين الحرف اللثوي يا جميل؟ وثيقة. ماشي، ده كله هيفرق معاكي في الاملاء. طب الاملاء امشي معاها برضو خطوة بخطوة. الصفحة اللي هنقرأها ممكن يتملاها، مفيش مشكلة، واحدة واحدة، وابتدي عادي من اول حركة الفتح. هنبتدي برضو في صفحة 14 و15 نفس الطريقة. طب 16 نفس الكلام. 17 اهو برضه هنيجي في الجمل. عطس فحميدة، واحدة واحدة. عطس فحميدة. قالها ببطء، قولها تاني وتالت، يقولها 3 مرات، مفيش أدنى مشكلة. دي كلها تدريبات، اوعي تضيعي فرصة ان هو يتدرب معاكي. طب بصي بقى، هنيجي الحروف بحركة الضم. بسم الله. تبتدي برضه تسألي، ها دي اسمها ايه؟ زو. طب دي اسمها ايه؟ او. دو. كو. هكذا. ماشي، واحدة واحدة. طب هنيجي بقى في القراءة، واحدة واحدة. هتلاقي أصلا من غير ما انتي ما تقولي له يعمل ايه، هيقولك شوريبا. شفتي؟ احنا ظبطنا الدنيا. مادام ظبطتي في حركة الفتح، ظبطتي في حركة الكسر، هتلاقي بعد كده واحدة واحدة الدنيا ظبطت معاكي، مش محتاجة أي مجهود. روسيما. أهم حاجة البداية الصح، البداية الصح هتفرق معاكي جدا جدا جدا. ده صفحة 19 20 21. خد بالك برضو الكلمات دي ممكن تاخد معاكي وقت، اللي هي من 4 حروف مش من 3، عادي مفيش مشكلة، مش فارق معانا. ده لقيتي حاسس ان هو صعبة، شجعيه. الطفل هيجي معاكي بالتشجيع، اقعدي شجعيه كل شوية. شاطر، لا انت هتعرف تقراها، يلا انا معاك، يلا هنقراها سوا اهو. ممكن تشجعيه، يلا طب انت اقرا الكلمة دي وانا اقرا الكلمة دي، انت كلمة وانا كلمة، واحدة واحدة. بسم الله. هشوف صفحة 22. هبتدي برضو معاه. سجد فخشع. ماشي، قرأ كتبه. ماشي، واحدة واحدة هتبتدي الدنيا تظبط معاكي. بعد كده بصي احنا ابتدينا نديله جمل، بس يعتبر اقرب شوية من القطعة، كأنك بتديله قطعة مش مجرد جمل. واحدة واحدة هيقرأها معاكي، وبالتدريبات زي ما انا قلت لك كده هنكون خلصنا اصلا الحركات القصيرة. طب بعد كده انا قلت لك ان في الخطة عندنا، بصي هرجع لك الورقة تاني، ان في الخطة اللي عندنا في الاسبوع الاول هشتغل الحركات القصيرة والسكون. تعالوا نشوف فين السكون. اهي. ممكن كمان لو معاكي في السكون كتاب معلم القراءة، انا بحبه جدا الصراحة، لان هو بيبقى فيه تدريبات كتير، وبيبقى فيه التدريبات بتاعته جميلة جدا جدا جدا، وبيديها له بشكل مقاطع يعني جميلة قوي. قط. بس خد بالك لو بقرأ السكون حرف وحرف ده غلط نهائي. السكون ما بقرأهاش لوحدها، لازم اقرأها ساكن مع اللي قبله. بس، كي، لو، هل، جد، اخ، اب، هكذا، واحدة واحدة. ماشي، خد بالك السكون انا كنت بعمل له لعبه، بقول له ايه، انت معاك ورقه سحريه وغطي نص الكلمه واقرا النص التاني، يعني كده. شئ. شئ. تا. شئ. تا. يه. 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 بيتو. ماشي، كنت بعمله كده. تدريبات على السكون. قلت لك لو معاكي كتاب معلم قراءه، شغلين كتاب معلم قراءه في السكون عادي، مفيش مشكله دلوقتي، لحد ما نظبطها بس الاول. طب في الاسبوع التاني اديتك فرصه ان انت لو وقع منك حاجه عادي هتشتغل، يعني وقع حاجه من الاسبوع الاولاني اشتغليها تاني معايا في الاسبوع التاني، مفيش ادنى مشكله. طيب الاسبوع التاني كمان الاساسي معانا ايه؟ المدود. عندك ال3 مدود، المد بالالف والمد بالواو وكمان المد بالياء. طيب المدود بشتغلها ازاي؟ ببتدي اعرف ان دي حركات طويله بمد فيها. بدل ما كنت بقول با هقول ايه؟ با. بدل ما كنت بقول تا هقول ايه؟ تا. بدل ما كنت بقول نا هقول ايه؟ نا. وهكذا بمد فيها، بمد ايه فيها. بص تعالى نقرا هنا. هاجرا. هاجرا. استعجل اشترك بقى. احاط. ابانا. ماشي، واحدة واحدة. قال. ذات. هكذا، واحدة واحدة هتيجي معايا. بصي خدي بالك، بصي ابتدى يطول في الكلمات ازاي، ده هيسهل عليكي جدا في الجمل. لقيتي ان هو لسه مستصعبه شوية، زي ما انا ما قلت لك كتاب معلم القراءة بيبقى ابسط شوية في الكلمات. لقيتي الدنيا هنا صعبة عليه، جيبي كتاب معلم القراءة واشتغلي معاه عادي المدود، وبعد ما تخلصيها هنا تقومي داخلة على كتاب نور البيان. مفيش ادنى مشكلة، احنا مش بنضيع في وقت، بالعكس ده احنا بنظبط الدنيا. خلال شهر رمضان هتظبطي القراءة. بصي الجمل، بصي كمان الجمل ابتدت تصعب ازاي. المد بالياء هبتدي اعرفه، بدل ما كنت بقول جي هقول ايه؟ جي.
بدل ما كنت بقول بي هقول ايه؟ بي. هكذا. مقامي. مقامي. هكذا. بصوا الكلمات ابتدت تكبر ازاي. ادي المد بالياء، بعد كده المد بالواو، نفس الكلام. بدل ما كنت بقول تو هقول تو. حوت. توت. هكذا. قالوا. شايفين؟ طب تعالى الجمل. طيب يا مس اسماء، المدود ممكن اديله تدريبات عليها ايه؟ اقول له حلل الى مقاطع صوتيه، او اقول له غير التحليل ممكن اقول له طلع لي المد والممدود. انت لو كمان بتظبطي القراءه وكمان بتظبطي مع القواعد النحويه. بص معايا اهو السكون، احنا قلنا بص القطع. طيب في الاسبوع الثالث يا مس اسماء هنشتغل ايه؟ هنشتغل معاهم التنوين، وهقول له ان التنوين دي نون بنطقها ما بكتبهاش، نون بنطقها ما ايه؟ ما بكتبهاش. بدل ما كنت بقول ايه؟ بن هقول بن. بص ده سكون، نون عليها سكون عادي، وده ايه؟ تنوين بالفتح. بصوا خطأ ان. هكذا. صن. طن. سن. ماشي، واحدة واحدة هتيجي معاه. ادي كده التنوين بالفتح. بصوا الجمل اللي عليه. اي حاجة حسيت ان انت مستصعباها هنا الاول اشتغلي بيها من كتاب معلم القراءة، وبعد كده تعالي اشتغليها هنا من كتاب نور بان. تنوين بالكسر برضو. بين. فين. وخدي بالك انت لازم تعرفيه ان التنوين بالفتح ده تنوين ضعيف بيحتاج عصايه. وخدي بالك ان في القراءه لما تلاقي ابنك اصلا ضعيف في القراءه ممكن يبقى نسي قاعده من القواعد. يعني ممكن ما شاء الله تلاقيه بيقرا كويس في الفتحه، جه وبيقرا كويس في الكسره، بيقرا كويس الحركات القصيره كلها، جينا في السكون لقيتيه ناسيها. بصي انت كده هتبقي اختصرتي على نفسك قوي نقطه الحركات القصيره وابتديتي على طول في السكون. بس ما تنسيش تراجع عليها، يعني تخليه يقرأ عليها، لأن التدريبات مهمة جدا جدا جدا. طيب مس أسماء خلصنا التنوين، هنشتغل ايه؟ هنشتغل الشدة. والشدة هقول له دي الشدة بتخليني أقرأ الحرف مرتين، زي كلمة اللي مشهورة مي. بص أنا نطقت الميم كم مرة؟ مي، قرأتها مرتين. تدريبات على الشدة كتير كتير كتير. وبعد كده في الاخر خالص هنتدرب على اللام الشمسية واللام القمرية. وفي الاملاء بتكون شغالة معايا برضو. في الاسبوع الاول هتملي على الحركات القصيرة، الفتحة او الكسرة او الضمة. هنملي الاول كلمات، بعد كده نبتدي ندي جمل، بعد كده هملي على السكون. طب في الاسبوع التاني بملي على الحركات الطويلة. ماشي. في الاسبوع التالت ببتدي امليه في التنوين. طب الاسبوع الرابع الشده واللام الشمسيه. بس كده يا حلوين، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وكومنت. وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا لو احتجتي شرح اي جزء من الاجزاء اللي انا قلت عليها دلوقتي يلا اكتبيها بسرعه في الكومنتات عشان اصورها الفيديو الجاي. باي باي.